الفيلم بيبدأ مع شخص لما تشوفه للمرة الأولى تفتكر إنه متسول من الشارع، بس في الحقيقة إنه كاتب واسمه إيدي مورا، بس مظهره يدل إنه كاتب فاشل، ولحسن الحظ بيكون متعاقد على كتاب مع إن محدش بيصدق، حتى هو مش عارف الكتاب بيتكلم عن إيه. ولكن جه الوقت إنه يبدأ في الكتابة، مفيش أي أفكار، بيحاول يسترخي ويستجمع أفكاره، بيضيع وقت في أي حاجة، وعلى ده الأيام وممكن شهور وما كتبش ولا كلمة في الكتاب. حتى حبيبته اللي اسمها لين ما عادتش متحملة الحالة اللي هو فيها وبتنفصل عنه، وبتقوله إنها اترقت وبقت مديرة ودلوقتي عندها سكرتيرة خاصة. صحيح الفلوس بتغير النفوس، وبتودعه وبتمشي، وهو مروح على البيت بيفكر انها عندها حق، حتى انها جدعه واستحملت كتير. وبيقطع تفكيره واحد بينده عليه، وبيطلع ده اخو طليقته اللي اسمها ميليسا. فيرن كان زمان فاشل وبيتاجر في الممنوعات، لكن مظهره حاليا بيقول غير كده. المهم فيرن بيعزمه على قهوه، وبيكون عنده فضول يسمع عن الكتاب اللي هو شغال عليه. ايدي بيساله عن طليقته، بيقول له انها عايشه حياتها دلوقتي وعندها طفلين، وبيقول له سيبك منها، انا عاوز اسمع عن الكتاب بتاعك. بيقول له بصراحه انا متاخر كتير وما كتبتش ولا كلمه. فيرن بيقول له مشكله ابداعيه يعني. اظن حلك عندي، وبيطلع له حبايه. ايدي للوهله الاولى بيرفض لان عارف انه بيتاجر في المخدرات واكيد ده مخدر. فيرن بيقول له انه ساب الممنوعات من 9 سنين ودلوقتي بيشتغل مع شركه ادويه، وده عقار حصري ولسه هينزل السوق السنه الجايه. بياخده الفضول وبيحب يعرف اكتر، وبيقول له ان ده بيحفز خلايا في المخ، وبيقول له عارف لو الانسان استخدم 20% من عقله ممكن يعمل ايه؟ الحبايه دي بتخليه يستخدم 100%. فيرن بتجيله مكالمه وبيكون مضطر يمشي، وبيقول له دي على حسابي. ايدي بيقول له مش عاوزها. بيقول له انت عارف دي تمنها كام؟ دي ب $800. واخيرا بياخدها وبيمشي، ولما بيوصل عند بيته بيبلع الحبايه وبيطلع، وعلى السلم بيقابل زوجة صاحب البيت، ولان الايجار متاخر من شهور بتبدا في المحاضره. في الوقت ده هو مش سامعها، كل اللي بيفكر فيه انه ازاي يهرب منها، مش عشان الايجار لا، انما لانه من شويه اخد حبايه مش عارف تاثيرها ايه، وممكن تكون مخدرات وتصرفاته تخرج عن السيطره. وبدون مقدمات الحبايه بتشتغل. بدا يدرك كل شيء حواليه، كل صوت، كل حركه، كل التفاصيل. بيقول في ذهنه كاني كنت اعمى ودلوقتي ابصرت. بيبدا يلاحظ تفاصيل في الست اللي قدامه، وبكل هدوء بيقول لها مالك بس زعلانه ليه؟ وبياخدها على الهادي. من طرف الكتاب اللي في شنطتها بيعرف انها في كليه الحقوق. بتقول له عرفت منين؟ انت بتراقبني؟ بيقول لها لا ابدا، انا شفت الكتاب اللي في شنطتك. وبيطلع انه من 12 سنه شاف نفس الكتاب في مكان ما. هو نفسه مستغرب ازاي افتكر معلومه زي دي. مش كده وبس، التقليبه السريعه في الكتاب خلته فاكر كل حرف فيه بدون ما يحفظه، وكل معلومه شافها في فيلم او سمعها او قراها عن القانون بدات تظهر في عقله. حتى ان الست اللي كانت بتصرخ في وشه من شويه بقت مبهوره بمعلوماته، مع انه عمره ما عدى من جنب كليه الحقوق حتى. بتاخده وبيدخلوا الشقه وبيساعدها في كتابه البحث بتاعها، وبترضى عنه وبيخلع منها اخيرا. وهنا بيدرك للمره الاولى ان بيته معفن وما ينفعش بني ادم يعيش هنا، وبيبدا ينظف البيت ويرتبه لحد ما بيكون في احسن وضع. وهنا بيستغرب ايه الحبايه دي؟ ملهاش تاثير المخدرات، يعني لا مسطول ولا بتطوح، كل الموضوع ان ذهنه صافي وبس. بتخليه منظم في تفكيره، عارف يعمل كل حاجه ازاي باحسن طريقه. وبيفتكر الكتاب اللي هو شغال عليه، وبيبدا في الكتابه، وبينزل عليه الالهام، بيفضل يكتب بدون توقف. وتاني يوم بيصحى بيلاقي نفسه رجع لطبيعته تاني، بس جزء كبير من الكتاب خلص. بيعطيه الست اللي متعاقد معاها، ولما بتستغرب ازاي كتب الجزء الكبير ده في يوم، بتشك انه كتب اي كلام. بيقول لها اقرأي منه اول 3 صفحات، لو ما عجبكيش هرجع لك العربون تاني. ولما بيوصل البيت بيلاقيها سايبه رساله انها قرأت 40 صفحه ومش عارفه توقف قراءه، وبتطلب منه يتصل بيها، وقبل ما يتصل بيها لازم يعمل حاجه مهمه الاول. وبيروح على بيت فيرن. لما بيفتح الباب بيلاقي على وشه اثر كدمات، بيحاول يعرف منه مين اللي عمل فيه كده، مش بيقول. وبيقول له المهم انت عاوز من الحبايه دي تاني؟ ولما يدي بيقول له طبعا، هنا فيرن بيعرف انه بقى تحت سيطرته. بيقول له طيب الاول انزل هات هدومي من المغسله وهات لي فطار. وبدون تردد بينزل على المغسله وبيجيب فطار وبيرجع، بس بيلاقي الباب مفتوح والبيت متكسر وفي حاله فوضى. وبيلاقي فيرن قاعد عادي، ولما بيقرب منه بيلاقيه مقتول. وبدون تفكير بيتصل على الشرطة فورا، واثناء ما هو واقف بيفكر ان اللي عمل كده اكيد كان بيدور على حاجة واحدة بس، هل لقاها؟ فورا بيبدأ يدور على الحبوب، بيدور في كل حاجة وتحت كل حاجة وبدون اي فايدة. وفي الاخير بيروح يقعد جنب فيرن وبيقول له ان ابو دي حباية يا جدع، ومنزلنا اجيب لك فطار، ما انت لو كنت بتطبخ ما كانش ده بقى حالنا. اوبا. وبتجيله فكرة انه ليه ما كانش بيستخدم البوتاجاز، وابرا كدابرا بيلاقي لفة في الفرن، بيفتحها بيلاقي فيها دفتر اسماء وفلوس وكيس مليان حبوب. وبكده ايدي بيقول لنفسه خلاص انا قررت ابطل. هيبطل يشتري طبعا. وهنا الشرطه بتخبط على الباب، بيروح يفتح بيقول لهم ان هو اللي بلغ، وبيروح معاهم على اسم الشرطه، بياخدوا شهادته وبيمشي. واول ما بيوصل البيت الحظ بيبتسم، ما انت لو مكانه هتعمل ايه؟ حبايه سوبر ذكاء وفلوس مش قليله، وبينطلق بيقص شعره وشويه رياضه وهدوم جديده. واخيرا بيخلص الكتاب بالكامل في 4 أيام بس.
مش كده وبس، ده قدرته على تعلم مهارات جديده بقت سريعه جدا لدرجه انه اتعلم العزف على البيانو في 3 ايام، وبقى عبقري في الرياضيات وقدر يحولها لمتعه وفلوس كمان. كل يوم الصبح وهو بيجري بيسمع دروس لتعلم لغه جديده، وعلى اخر اليوم بيكون بيتكلمها، وده طبعا خلاه اي واحده تعجبه يدخل يكلمها ايا كانت لغتها ويصاحبها كمان. مهاراته الاجتماعيه اتطورت بشكل غير مسبوق، وبقى عنده القدره يقف يتكلم مع اي حد في اي مجال. مش كده وبس، لا ده كل اللي يسمعه يبقى معجب بيه ومبهور بذكائه وكميه المعلومات اللي عنده. افكاره بقت مرتبه جدا، اي معلومه يسمعها او قراءها بقى عارف يستغلها كويس، ومن هنا الناس بقت هي اللي تحب تتعرف عليه. بقى عنده اصدقاء كتير وكل يوم بيعزموه في مكان اجمل من اللي قبله، وده استمر الحياه لحد ما يوم بيكتشف انه كان عايش غلط، وبيقرر يبطل كتابه ويدخل البورصه. ما كانش معاه غير 800 دولار، لكن في اليوم الاول بيقدر يكسب 2000 دولار، وتاني يوم بيكسب 7500، لكن بيحس ان المكاسب دي مش كفايه، وبيفكر انه محتاج راس مال ضخم، بس للاسف البنك مش هيديه قرض، فبيضطر يلجأ لزعيم عصابه علشان يستلف منه. من الملاحظه بيبدأ يفهم شخصيته وبيلاقيه شخص محدود الذكاء وبيقدر يقنعه. بيستلم منه 100,000 دولار وبيبدأ الشغل اللي بجد. الناس اللي بتشتغل في البورصة بتبدأ تلاحظ انه عارف بيعمل ايه كويس وما بيخسرش ابدا، وفي ظرف اسبوع حسابه كان فيه 2 مليون دولار. ولان الاخبار بتنتشر بسرعة، واحد من اكبر حيتان البيزنس اسمه فان لوك بيتصل بيه علشان يقابله. الاول بيقابل الاكس يحكي لها عن انجازاته، طبعا ده اكيد. بتدخل بنت شغالة في المطعم تشوف هيطلبوا ايه، بتكلمه بالايطالي وبيرد عليها بكل سهولة. لين بتستغرب وبتقول له من امتى وانت بتتكلم ايطالي؟ بيقول لها الدنيا اتغيرت من بعدك، وبيعتذر لها عن الاهمال اللي كان فيه قبل ما ينفصلوا وبيرجعوا لبعض. واثناء ما هو بيقول كلمه لحبيبته بياخد باله من حاجه، ان الراجل ده بيراقبه وبيقول لها تعالي اوصلك للشغل. وبالليل لما بيروح بيفضل واقف جنب الشباك بالساعات، طبعا بعد ما عرف انه متراقب ما عادش حاسس بالامان، بس لازم ينام علشان عنده مقابله مهمه الصبح. وفجاه بيحصل له هلوسه، خطوه واحده بيلاقي نفسه بره شقته. والغريب ان النهار طلع، طب امتى؟ مش عارف. بيروح على المطعم اللي فيه المقابله وبيفطر. صاحبه بيحاول يديله انطباع عن فان لوك، يعني بيحب ايه وما بيحبش ايه، وشويه وبيدخل رجل الاعمال فان لوك. بيستقبلوا ايدي وبيقعدوا سوا، ومن شويه تفاصيل في لبسه وطريقه حركته ايدي بيقدر يحلل شخصيته. فان بيقول له انت بقى ايدي مورا ايه السر وراك؟ قال له الموضوع بكل بساطه اني باخد دواء معين هو اللي مخليني كده. ضحكوا كلهم وتقبلوا النكته اللي ايدي قالها، بس ايدي من جواه ما كانش بيهزر. ايدي قال له كنت في الاول بعمل ابحاث عن الشركه وبعرف كل تفاصيل عنها، لكن الموضوع كان صعب ومضيعه للوقت، لحد ما لقيت طريقه تانية اعرف بيها اسهم الشركه هترتفع ولا لا. بيخلصوا كلام في المطعم، فان بياخده يوصله لمكان ما هو عايز، وبيحب يختبره فبيعطيه ملف كبير للشركه علشان يشوف شطارته، وبيقول له خد وقتك. بس ايدي مش بيكمل دقيقه وبيكون عارف كل حاجه عن الشركه وعن الصفقه اللي هتتعامل معاها، وبيقول له من المحتمل انك تتراجع من الصفقه دي علشان هتفشل. فان قال له جهز ادواتك وعدي عليا بكره في الشركه. ايدي بيتحرك وكله نشاط وفرحان ان حياته القديمه انتهت، وانه داخل على مرحله كلها نجاح وحياته اتبدلت. بس هو ماشي بيلاحظ حاجه غريبه بتحصل في ازاز المطعم، بيركز علشان يشوف ايه اللي بيحصل. العربية كانت هتخبطه، وبيكتشف ان عقله بدأ يسقط وبيبقى مش فاهم ازاي وصل لنهاية الشارع، وفي ثواني من المشي كان وصل لمكان بعيد من غير ما يدرك هو وصل ازاي، لحد ما بيوصل لمكان هو ما يعرفوش وناس عمره ما شافهم، ومن مكان لمكان تاني جديد وناس جديدة، بيتعرف على ده وبيتكلم مع ده لحد ما بتيجي بنت تشده من وسط الحفلة وبيقضي الليلة معاها، ومن مكان لمكان تاني بيتخانق مع ناس، وكان هينضرب، وفجأة عقله بدأ يجمع كل حاجة شافها او سمعها عن فنون القتال، وبيبدأ يتعامل ويضربهم واحد واحد لحد ما بيخلص عليهم. وبعدها من مكان لمكان وبيقطع مسافات طويلة لحد ما بيوصل فوق كوبري، وبيكون مفعول الحباية خلص، وبيلاقي نفسه ناسي آخر 18 ساعة في حياته، وبيروح البيت وبيكون ميت من التعب، وبتجيله رسالة مسجلة من حبيبته بتخليه يصحى، وبيلاقي طرد جايله فيه ملفات لشركة فان لوك. بيطلع الورق علشان يبص عليه، وكمان بيطلع حباية جديدة، بس مش بيلاقي حبوب، وبكده المخزون اللي معاه خلص. وبيحاول يبص في الورق بس الموضوع صعب جدا من غير الحباية ومش فاهم أي حاجة. بيتصل بصديقه علشان يعتذر من المقابلة مع فان لوك، بس صديقه بيصر عليه إنه لازم يروح وإنه ما ينفعش يضيع فرصة زي دي. بيلبس وينزل يقابل فان في المطعم، بس المرة دي من غير ما ياخد الحباية. بيقعد وهو باين عليه التردد وبياخد نفسه بصعوبة، وبيبدأ فان يسأله عن الراجل اللي هيشاركه، بس ايدي بيقول اي كلام ومش عارف حاجة. وبيقعد فان يكلمه ان الراجل ده غريب، وانه من سنتين ما كانش له اي وجود في السوق، وانه ازاي قدر بالسرعة دي يوصل للي وصل له. وفي وسط ما فان مكمل كلامه، ايدي لفت انتباهه في الاخبار البنت اللي كان معاها بالليل لقوها مقتولة،
وانها كانت سيده اعمال ومعروفه باعمالها الخيريه، وانهم لسه بيدوروا على القاتل. فان بيساله انت كويس؟ بيستاذن وبيقوم يمشي. بيروح البيت وهو هيتجنن، بيسال نفسه معقول يكون قتل البنت؟ وبيقطع تفكيره رساله صوتيه من طليقته ميليسا بتقول له فيها لو اخويا عطاك دواء او اي حاجه ارجوك ما تاخدهاش. فورا بيرفع سماعه التليفون وبيقول لها انهم يا ريت يتقابلوا علشان يفهم منها اكتر. وبيفتكر انه كان لقى مع الحبوب نوتة فيها ارقام الناس اللي كانت بتشتري الحبوب دي، وبيبدا يتصل عليهم. منهم اللي بيلاقيه مات ومنهم اللي مريض وفي المستشفى، لحد ما بيتصل على واحد بيسمع صوت تليفون بيرن وراه، وبيلاقيه الراجل اللي بيطارده. بيتحرك من مكانه فورا والراجل بيمشي وراه. بيتحول الامر لمطارده، ولما بتحصل حادثه ايدي بيقدر يهرب اخيرا. بيوصل على المطعم اللي هيقابل فيه ميليسا. في الاول بيدور على البنت الجميله اللي كان عارفها، بس مفيش بنات جميله في المكان غير دي ومش هي، وبيعرف انها ما جاتش. وبيجي خارج بتنده عليه وبيبقى مش مصدق عينيه، وبتحكي له انها كمان اخدت من الحبوب دي وبدات تحس انها ذكيه وحياتها بدات تتغير، بس لقت ان مفيش حد هيبقى بكل الذكاء والتركيز ده ومش هيبدا عقله ينهار بعد فتره. عشان كده هي وقفت الحبوب، وهم ماشيين بتنصحه انه يوقف الحبوب تدريجي مش مره واحده علشان ما يموتش. وفي طريقه للبيت بيظهر له الراجل اللي كان مستلف منه الفلوس، بيبقى عايز الفلوس بتاعته. بيطلعوا فوق عند الشقه، ايدي بيقول له هعطيك شيك بالفلوس بتاعتك. الراجل بيضربه علشان مفكروا بيشتغلوا. بتقع من ايده الحبايه، بياخدها منه الراجل وبيبلعها، وبعدين بياخدوا ايدي عند البنك وبيسحب الفلوس وبيعطيها له. بيقول له الحبايه دي جامده، هي فيها ايه؟ قال له دي مقويات بعيد عنك اصلي ضعفت الفتره دي. قال له لا الف سلام عليك. بيروح للين الشغل وبينهار في مكتبها. بتقول له لازم نروح المستشفى دلوقتي. بيقول لها لا انا مش محتاج اروح المستشفى، انا محتاج الحبوب بتاعتي. وبيبدا يحكي لها كل حاجه، وبتعرف ان الذكاء اللي هو كان فيه كان بسبب الحبوب. وبيطلع انه كان شايل نص كميه الحبوب عندها في بيتها، ولما بتنزل من البيت وبتركب تاكسي بتلاحظ ان في حد ماشي وراها. بتتصل على ايدي تعرفه، واثناء ما هي بتكلمه الشخص بينزل يقتحم التاكسي اللي هي راكباه، وبيطلع هو الشخص اللي كان بيطارد ايدي باستمرار. وهي بتجري بتلاقي شخصين في طريقها، ولما بتستنجد بيهم الراجل بيقتلهم. بتكمل جري وبتستخبى في مكان وبتبقى خايفه ومش عارفه تتصرف ازاي. بتكلم ايدي وبيقول لها افتحي الكيس وخدي حبايه، وفعلا بتعمل كده، وبيبدا مخها يحسب كل حركه وكل مسافه حواليها. ومن هنا بتقدر تحدد انسب فرصه للهرب، وبتبدا في التنفيذ. بتستدرجه المكان عام في وسط الناس وبتضربه، والناس بتتلم عليه وهي بتهرب. خطه في منتهى الذكاء. بتعطي الايد الحبوب وبيرجع زي ما كان. بيكون واقف يبص من الشباك، بيلاقي الراجل الشمال واقف تحت. بينزل له وبيقول له ايه هتمطر ولا ايه؟ بيبدا الراجل ده يهدده، اما يعطيه من نفس الحبوب او هيقتله. بيضطر ايدي يكسب وقت بانه يديله شويه من الحبوب، لكن ايدي عارف انه مش حل. بيأجر 2 بودي جاردات وبيكمل حياته. وبعد فتره مش كبيره ايدي بيكون مدير اكبر شركه في البلد. وبعد كده بيكتشف انه لو افتكر ياكل وبقى ياخد الحبايه بنظام وما عادش بيشرب كحوليات، ان موضوع فقدان الذاكره ده ما عادش هيحصل تاني. وبيبدا يروق على نفسه ويفصل له كام بدله جديده، وبيطلب من الخياط انه يعمل له جيب سري في البدل بتاعته علشان يقدر يعين فيه الحبوب. بالرغم من انه معاه كميه كبيره من الحبوب، ومع ذلك بيروح لدكتور كيميائي بيطلب منه ان هو يصنع له نفس الحبايه دي. الدكتور في الاول بيقول له انها هتاخد وقت، لكن ايدي بيقول له مفيش وقت، هديلك 2 مليون دولار وتخلصها لي في 6 شهور بس. وبعدها بيروح بيلاقي بيته متبهدل، وحد اقتحم البيت وكان بيدور على حاجه، واكيد كان بيدور على الحبوب. فبيقرر بعدها انه يشتري بيت جديد، وبتكون شقه متحصنه بالكامل وباب فولاذي وكاميرات في كل مكان. وفي يوم وهو في مقابله شغل بيجيله ضابط الشرطه وبيقولوا ان في ناس اتعرفت عليه في مكان اللي وجدوا فيه الست اللي كانت مقتوله، وبيقبض عليه. بيضطر في الوقت ده ان هو يستعين باقوى محامي على وجه الارض. ايده بيعطيله جاكيت البدله وبيخش علشان الشهود يتعرفوا عليه او لا، وبيخرجوا منها بسلام. وفي يوم ايدي بيبقى عايش حياته وبيتمشى مع بودي جارداته، وبيقابل الشخصيه الرخمه دي في الشارع. بيقول له الاسبوع الجاي تجيب لي 20 حبايه، والا قال له الاسبوع الجاي تشرب اللبن وتنام بدري عشان في مدرسه الصبح. في الوقت ده ايدي بيبقى عارف انه محتاج بس شويه وقت لحد بكره على بال ما يمضي الصفقه اللي الشركه بتاعته داخلاها. وتاني يوم بيبقوا منتظرين الشركه اللي هيمضوا معاها، ولكن الناس ما بتجيش. واثناء ما هم منتظرين بتيجي السكرتيره بتقول ان زوجة الراجل اللي هيمضي معاهم الصفقه منتظره في المكتب. فان لوك وايدي بيقابلوها وبتقول لهم ان زوجها مريض وبسبب مرضه مش هيقدر يمضي معاهم الصفقه، واول ما يبقى كويس هيوقع الصفقه معاهم. بيطمنوها وبيوصلوها لحد العربيه، وهنا ايدي بيشوف ان السواق الخاص بتاعها هو الراجل اللي كان بيطارده. ومن هنا بيعرف ان الراجل اللي هيمضي معاهم الصفقه مش هيبقى كويس تاني، لانه كان بياخد من الحبوب دي والحبوب خلصت منه، وبكده الصفقه دي مش هتتمضي. في الوقت ده بيجي ميعاد الحبايه بتاعت ايدي، ولما بيجي يدور على الحبوب ما بيلاقيهاش. بيبقى قاعد هيتجنن، يا ترى الحبوب دي راحت فين؟ مين اللي اخدها؟ وبينما هو عمال بيفكر يا ترى مين وفين، بيلاقي في النشره مرات الراجل اللي المفروض هيمضوا الصفقه معاه بتتكلم مع الصحافه، وبيظهر جنبها المحامي اللي كان معاه في اسم الشرطه. ومن هنا بيعرف ان ده اللي سرق الحبوب من جاكيت البدله لما كان داخل يتعرض على الشهود. في الوقت ده ايدي بيسمع صوت حد بيحاول يفتح الباب بتاعه، ولما
ولما بيبص في الكاميرات بيلاقيها العصابة بتفتح الباب. طبعا هو عارف انهم لو دخلوا هيقتلوه بعد تعذيب، وهنا بيلاقي ان الحل الوحيد انه ينتحر. وقبل ما يعمل كده بيحاول يفتكر ممكن يلاقي حباية فين، وبيكون في احتمال انه ممكن يلاقي حبايه في العلبه اللي كان بيشيل فيها الحبوب، وبيبدا يدور على العلبه دي، ولكن لسوء الحظ بيتكعبل في كرتونه وبيقع وبتقع منه الحبايه، وبيكون العصابه دخلت الشقه. افراد العصابه بيبداوا يفتشوا الشقه على مكان الحبوب، والزعيم بتاعهم بيطلع سكاكين علشان يعذب ايدي ويقتله. في الوقت ده ايدي بيمسك سكينه، واول ما زعيم العصابه بيقرب منه بيطعنوا بيها وبيقتله. وفي الوقت ده ايدي بينهار تماما، وبيكون عارف ان دم زعيم العصابه هو الحاجه الوحيده اللي فيها NZT دلوقتي، فبيضطر يشرب من الدم ده. ويبقى مش فاضل غير افراد العصابه، بيعزف على البيانو يموت واحد وبيزق البيانو يموت التاني. ومع ان المحامي سرق الحبوب من ايدي علشان يديها لرجل الاعمال، الا ان رجل الاعمال مات. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان المحامي احتفظ بالحبوب لنفسه. ايدي بيستغل الفرصه وبيروح للمساعد بتاع رجل الاعمال وبيقول له ان المحامي سرق الحبوب ولكن احتفظ بيها وساب رئيسه يموت. هنا المساعد بيقرر انه ينتقم من المحامي وبيروح فعلا يقتله، وايدي بياخد الحبوب. وبعد 6 شهور بنشوف ايدي مورا المرشح لرئاسة ولاية نيويورك. بيجي المساعد بتاعه بيقول له ان رئيس شركة ايفن للصناعات الدوائية عايز يقابلك. وطبعا شركة ايفن للصناعات الدوائية دي هي اللي كانت بتصنع الحبوب اللي هو كان بياخدها. بيخش يقابله وبيلاقيه مين؟ بيلاقيه فان لوك، وبيتضح انه كان عارف كل حاجه من البدايه، وبيعرض عليه انه هيوفر له اي كميات هو محتاجها من الحبوب، بس بشرط انه الاول يقدم له نصايح في الصفقات والاستثمارات اللي هو هيدخلها، وبعد لما يبقى رئيس الولايه يساعده بالسلطه بتاعته. بس ايدي لما بيخرج معاه يوصله عند العربيه بتاعته بيرفض وبيقول له انا مش هشتغل معاك. بيقول له انت مجنون، انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ قال له الشاحنه قريبه من التاكسي. قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال له السواق ماشي بسرعه 30 ميل في الساعه، والست دي بتشاور للتاكسي، الشاحنه مش هتلحق تقف. قال له انا سابقك بكتير، اوعى تفكر تتحداني، انت مش عارف انت واقف قدام مين. قال له اللي انت ما تعرفوش ان في اللحظه اللي احنا واقفين فيها دي في شخص واقف موجه السلاح ناحيتك، صدقني انت مش قدي، من مصلحتك ان انت ما تشتغلش معايا. وبيمشي فان لوك وبيمشي ايدي وبيخلص الفيلم.